برعاية سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، انطلقت فعالية الجوائز السنوية لبرنامج التميز الخاص بمجلة نيوزويك باللغة العربية الصادرة من دار الوطن الكويتية، حيث قام سموه بتوزيع جوائز الأداء المتميز لأكبر 20 شركة في الإمارات. دبي كانت الأولى السباقة في احتضان الإعلام العربي والعالمي عموماً عبر إنشائها لفكرة ذكية جداً، وهي فكرة دبي ميديا سيتي اللي ضمت نخبة الإعلام العالمي. والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان السباق في إطلاق جائزة دبي للصحافة العربية اللي شجعت الصحفيين على الاستمرار والتقدم. تزامن هذا الحدث الذي شهد تكريم أفضل الشركات ومؤسسات ومنظمات القطاعين العام والخاص في الإمارات مع الذكرى السنوية التاسعة لإطلاق مجلة نيوزويك العربية. أنا أتصور أنه المسألة دائما في مثل هذه الجوائز ما تقف عند حد. الجائزة دائما تحط مسؤولية في أنك أنت تسعى أيضا أنك تحسن من خدماتك، تحسن من إنتاجيتك، تحسن من كفاءتك، بالذات في الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها السوق حاليا، ومع الوضع الحالي للشركات الموجودة سواء كان في مجال الإعلام أو في المجالات الأخرى. أثبتنا نحن فيما نقول بالفعل اليوم. فطبعا التكريم الذي حصل اليوم من جيل الوطن نحن تكريم نعتز فيه ونقدره ونعتبره ذو إضافة كبيرة لاسمنا، خاصة وقتها من طرف ثالث خلينا نقول لك محايد. فاحنا طبعا التكريم تثبيت للحقيقة زي ما قلت لك. وتم اختيار الفائزين بدقة عالية وفق معايير الجدارة والتميز والجودة من خلال إجراء بحث موسع ودراسة شاملة من قبل مراسلي وكتاب المجلة لتحديد الشركات الفائزة من مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي والإعلامي والنقل الجوي والتجارة